ضيفنا لليوم الأستاذ أحمد أنيس. سيد أحمد أنيس، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا. سعيد جدا أنك تكون موجود بحذايا. وبصراحة سيد أحمد أنيس، وين نحسوا الوضع العام في العلاقات الدولية متاعنا هكا بدأت تدخل بعضها شوية، نستنجدوا بشهاداتك وتحاليلك اللي إن شاء الله يكون فيها إضافة وفائدة للمستمعين. قدامك التزام سيد أحمد، كانت نجم تقرأه لي ثم نبدأ الحوار. إني الممضي أسفله أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة، وأن ألتزم بقواعد البرنامج، وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة، وأتحمل المسؤولية فيها. فيما أقول الضيف الإمضاء فيما أقول. أيوة. تقبل صح سيد أحمد؟ نوقع. خارق العادة. شكرا. بعد ما صححت أقول لك مرحبا بيك في الدوامة. باش نبداو حوارنا بسؤال بالبنط العريض، وبعد ندخلوا في الديتاي نتاعو والجزئيات. الوضع الدبلوماسي العام لتونس، طمني عليه، وضعيته كيفاش؟ تحسن؟ يخوف؟ لازمنا نراجعوه؟ وين نحطوا الخانة نتاعنا سيد أحمد أنيس؟ حالة صعبة. حالة صعبة. الدول تعاني لأن الشعوب تعاني. وأظن أن نقول ربي هنينا ويهني جيراننا، هذا وقته باش نتمناو أننا نتهناو وجيراننا يتهناو، لكن المنطقة متقلبة. حرب أهلية في ليبيا، في عمقها في السودان حرب أهلية كذلك، ومراو شنو العمق وشنو هي الحجة في التقاتل والرمي بالرصاص، معناها وطول النزاعات هذه بين الفرقاء. وغربا بين الجزائر والمملكة المغربية تشنج وعنف بين الدول، ما نقولش بين الشعوب، بين الدول، والطبيعة شديدة، الطبيعة قاسية معهم، قاسية. لكن هوني معهم صار أمر جلل، وهو الزلزال المدمر اللي ضرب المغرب. صحيح. من جهة الجزائر تقول لك بعد عامين ولا أكثر من غلق الفضاء الجوي تسمح بفتح فضاء جوي لتقديم المساعدات، وكل المملكة المغربية عامين قضية غلق الفضاء الجوي، الفضاء وقطع العلاقات الدبلوماسية. فتح الفضاء الجوي. في المقابل المغرب مصر على موقفه، رافض كل المساعدات بما فيهم مساعد تونس. موقف كيفاش ترى سيد أحمد أنيس؟ تفاجأت بموقف الحكومة المغربية وجلالة الملك. ما كنتش نتوقع أن في صدمة من نوع الزلزال أن الدولة المغربية تكون تقبل المساعدات بصفة انتقائية، لأن قبلت المساعدات من ممالك. المساعدات اللي قبلتها من ممالك، كان نعملوا ملاحظة صغيرة. نجم نعملوها، نجم نتوقفوا عند الحجة هذه. أيوة. النظرة الثانية اللي لقيتها بعد التأمل، بعد الاستغراب والتأمل، تذكرت خطاب الملك محمد السادس سنتين قبل ذلك، إذا كان مش أكثر شوية، كان في نهاية جويلية أظن، بعد سنتين. يقول وأن علاقاتنا في المستقبل، قالها عموما وهو يركز على الجيران أكثر من كل شيء، ستعتمد القضية الوطنية المغربية، وهي وحدة الأراضي المغربية، يعني حل قضية الصحراء والاعتراف بمغربية الجنوب، الصحراء الجنوبية. فذكرت هذا وقلت وأن مش عجب الملك يسيس الموقف بما فيه في حالة إنسانية. أيوة. بما فيه في حالة إنسانية. الإشارة الثانية اللي نجم نقولها هو كونه العالم كامل استجاب، معناها كان على استعداد طبعا لمد يد المساعدة إلى المملكة المغربية، بحيث لو احتاجت بصفة
حيوية، بصفة نقول لك وجودية باهي. إلى مساعدات مش عجب كانت تتنازل. لكن المملكة المغربية اختارت الخطة هذه، وهي جديدة في السوابق العالمية. هذه سابقة. أيوة. جديدة أولا حتى تؤكد على الخيار الأساسي اللي أطلقته المملكة المغربية توا أكثر شوية من سنتين. وثانيا حتى الملك يدعو الشعب المغربي إلى التضامن الفعلي، حتى لا يكون متقبل للمساعدات للهم وللمساعدة، لكن حتى يكون متضامن مع بعضه البعض، وهي مدرسة. واللي تابعته معناها يوميا في علاج القضية في جنوب مراكش، أن الشعب المغربي تجاوب للنداء، صارت هبة تجاوب، بحيث المسألة فيها وعليها. على كل هي كانت امتحان لا فقط لهموم الشعوب لما الطبيعة تغضب وتنفعل وتدمر، لكن كذلك امتحان لتضامن وطني يبعد على قضية الصحراء. واضح. موقف المغرب هل يزيد في وتيرة القطيعة بين تونس والمغرب؟ في المقابل البارح ولا ولت البارح في قسنة الضوء في تونس، الحلول الأولية اللي أنقذت الوضع هو مولد الطاقة المشترك مع الجزائر. معناها من شيرة بلد يرفض مساعدتنا، ومن شيرة بلد يمد المساعدة. نعرف أنت موقفك يمكن يميل أكثر شوية لخانة المغرب السيد أحمد دونيس، مش ميل، هي تركيز على تفكير استراتيجي. التفكير الاستراتيجي يملي أن تونس تكون علاقاتها جيدة وأكثر من جيدة بارتياح كامل مع المملكة المغربية. هذا شرط من شروط الاستقرار وضمان الدوام متاع الدولة التونسية، أن تكون علاقاتها جيدة مع المملكة المغربية. حتى مثلا بتصريح رئيس الجمهورية يقول التطبيع خيانة عظمى، تنجم تكون علاقة جيدة مثلا حتى باستقبال رئيس الصحراء الجنوبية مثلا كيف. أنا اعتقادي أن أوت تو عامين التالي عملية أوت والاجتماع التونسي الياباني اللي يقع ومن أجله أحضر من يدعي أنه رئيس دولة في المغرب الكبير. من يدعي؟ ما تعترفش به من يدعي بهذا. أيوة. لأن في اعتقادي ما هيش دولة ومش ممكن تصبح دولة في صالح تونس وفي صالح استقرار المغرب الكبير. يعني اللي يوثق بمعاهدة مراكش اللي وقعناه في 17 فبراير 89 هي 5 دول، مراش ويني الدولة السادسة ومراش بقعتها. من أود شنو صار؟ ألور اعتقادي وأن تونس ما كانتش داعية لرئيس الجمهورية الصحراوية. تونس كانت مضيفة لدعوات الاتحاد الإفريقي، ومدام هل اللي تدعي بأنها دولة واسمها صحراوية، احنا بالنسبة لنا الصحراء ما فيهاش دول، هي صحراء، ما كناش نسميها صحراء لو كان فيها تمركز. كانت عضو في الاتحاد الإفريقي، فمن من زاوية أنها عضو شكليا في الاتحاد الإفريقي، دعوتها كانت شكليا تعود إلى الصفة هذه، ما وراهاش اعتراف. ورئيس الجمهورية التونسية ما صرحش بالاعتراف وما أطلقش معناها مفهوم الاعتراف بالدولة الصحراوية. لكن المغرب تفاعلت وردة فعلها كأنه هذا. فما منطق مغربي متاع المملكة المغربية، وفما منطق متاع الدولة المضيفة. أنا اعتقادي كنا نجم نجنبوا العملية هذه. علاش نتجنبوها؟ لأن الدعوة معناها رئيسيا تعود إلى اليابان. واضح.
ورئيس حكومة اليابان ووزير الخارجية متاع اليابان الاثنين أكدوا وأنهم معناها سبقوا الخبر إلى الدولة المضيفة وهي تونس، وأن عندهم قائمة متاع مدعوين وبلغونا القائمة هذه وما فيهاش اسم الدولة الصحراوية، بحيث تونس كانت تنجم تعتمد إلى الدماغ المضيف وهو اليابان عوض أن تعتمد إلى المنظمة اللي توليت توجيه الدعوات اللي هي الاتحاد الأفريقي.